السلام عليكم. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. للأسف النهاردة صحينا على خبر محزن جدا، وهو خبر وفاة موظف قدام مقر الشركة بتاعته بعد قرار فصله عن العمل. دي مش الحالة الأولانية، بس نتمنى إنها تكون الحالة الأخيرة. الخبر ده هز المجتمع العمالي هنا في الرياض بشكل كبير جدا، وبدأوا يدوروا على آليات للتعامل أو لوضع خطة عمالية تحكم العلاقة بين الموظف وبين الشركة أو بين المدير بتاعه. الله أعلم بكل تفاصيل الواقعة، ومش من حقنا نحكم على حد أو نوجه اتهامات لحد، لكن الخبر في حد ذاته يخلينا نقف شوية ونسأل نفسنا: هي ضغوط الشغل بقت أكبر من طاقتنا إحنا كبني آدمين؟ الشغل يا جماعة جزء من حياتنا، لكنه للأسف عند ناس كتير بقى هو الحياة كلها. نجاح وفشل، فرحة وحزن، كرامة وإحساس بالقيمة، كله بقى مربوط بالوظيفة. ولما الوظيفة تروح الإنسان بيحس إنه انتهى، رغم إنها في الحقيقة ممكن تكون مرحلة ربنا قادر يبدلها بحاجة أحسن. أنا عندي رسالتين: رسالة للشركات ورسالة للموظفين. رسالتي للشركات: قرار الفصل ممكن يكون من حقك قانونا، لكن طريقة تنفيذه ما تقلش أهمية عن القرار نفسه. الموظف مش مجرد رقم في كشف المرتبات ولا اسم في تقرير، ده إنسان عنده بيت وأسرة والتزامات وأحلام. الكلمة الطيبة والاحترام وإنك أنت تتيح له فرصة عشان تسمعه وتتعامل معاه بإنسانية، كلها أمور مش هتنقص منك أنت كشركة، بس صدقني ممكن تزيدك وتزيد قيمتك عند الشركات وقيمة احترام الناس ليك. ورسالتي للموظف: اخواتنا، اجتهد في شغلك واطلب حقك بكل الطرق المشروعة، لكن اوعى تربط قيمتك بوظيفتك. رزقك مش في ايد مدير ولا شركة ولا اي بشر، رزقك بايد الله وحده. ولو حسيت ان الضغوط بقت اكبر من قدرتك انت على مواجهتها، اتكلم مع حد تثق فيه واطلب الدعم، لان مفيش انسان قوي طول الوقت، كلنا بنضعف. وفي نفس الوقت لازم نعترف ان بعضنا احيانا بيخلق لنفسه ضغوط مش موجودة اصلا، او بيقيم المواقف بطريقة تخليه يشوف نهاية الطريق قبل ما يمشي فيه. كلنا محتاجين من وقت للتاني نراجع طريقة تفكيرنا وتقييمنا للامور، لان مش كل باب بيتقفل بيبقى نهاية للحياة، ومش كل خسارة بتبقى نهاية المشوار. يمكن يكون الخير كله في باب لسه ربنا هيفتحهولك. في النهاية الشغل مهم، لكن الشغل جزء من الحياة مش الحياة كلها. فلا شركة تنسى إن الموظف ده إنسان قبل أي شيء، ولا الموظف ينسى إن قيمته أكبر من أي منصب، وإن الحياة دايما فيها فرصة جديدة مادام الأمل بالله موجود. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يرحم الموظف ده ويغفر له ويوسع مدخله ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويربط على